يا مساء الفل يا شباب، إيه الأخبار؟ يا رب تكونوا بخير. بإذن الله النهاردة اللاب الثامن من رحلة تعلم ثغرة ال Broken Access Control. تمام. من منصة بورتسويجر. طيب خلينا كده نخش على اللاب. طيب احنا عندنا اللاب ده بيقول لك عندنا ايه؟ عندنا البيج بتاعت ال Change Password اللي بيكون فيها الباسورد الحالي والباسورد ايه القديم. واحنا لازم نجيب باسورد الادمنستريتور علشان خاطر نمسح كارلوس عشان نحل اللعبة. وعندنا ده الكريدنشال بتاعتنا، ده اليوزر وده الباسورد. خلينا كده ناخد اليوزر ده كوبي ونأكسس اللاب. نشوف كده الديتيلز اللي هنا. ما مفيش اي حاجة هنا نهائي خالص. مفيش اي حاجة. طب خلينا نبص على السورس كود. طب في اي حاجة في السورس كود ملفتة للنظر؟ انا شايف ان لغايه دلوقتي مفيش اي حاجه ملفته، وكود HTML عادي جدا مفيهوش اي حاجه. مفيهوش اي حاجه. طب خلينا نخش كده على ماي اكونت، اكسس الاكونت، وينر، بيتر، سيف. خلينا نعمله سيف. طيب احنا لازم نلاقي باسورد الادمنستريتور. طب ما تيجي كده نشوف اصلا هو احنا عندنا يوزر اسمه ادمنستريتور ولا لا. يعني تعالوا هنا كده نجرب كده نشوف احنا اصلا عندنا ادمنستريتور ولا لا، ونشوف ايه الدنيا. your name administrator. طيب انا ممكن اعمل، بس انا معرفش ايه الباسورد ده، فخلينا مثلا نسميه بيتر 1 2. ولا ممكن نعمل بس كده احسن، يكون هو اصلا اوريدي موجود هنا. فخلينا مثلا نبص على السورس كود. الباسورد اهي، المفروض ان دي الباسورد. طب ما تيجي كده نجرب. كنترول سي. طيب خلينا لوج اوت ماي اكونت. خلينا نيجي هنا كده. لا ده الباسورد. خلينا نيجي هنا كده، ونيجي هنا كده عند الادمنستريتور، نحط هنا كده ادمنستريتور لوجن. فعلا عرفنا نأكسس على اللوجن بالادمنستريتور. عرفنا نأكسس ادمنستريتور ادمن. ندلت كارلوس. كده احنا حلينا اللاب وبكل سهولة وبتفاهة حرفيا. يبقى تاني احنا كل اللي عملناه ان احنا غيرنا هنا الاي دي لمين؟ للادمنستريتور. فلما غيرنا هنا الاي دي للادمنستريتور الباسورد اوريدي اتغيرت. تمام. طب عشان نتاكد مثلا احنا ممكن اعمل لكم كده مثلا واقول لكم ايه ده كده وينر. شايفين الوينر الباسورد بتاعته اللي هي كانت بيتر. طب لما احنا غيرنا الادمنستريتور من بيتر، من وينر لمين؟ الادمنستريتور. شايفين الباسورد بقت عامله ازاي؟ بقت كبيرة صح؟ طب ما أنا ممكن أعمل حاجة تاني. أنا ممكن أجي بالبرب. أجي بالبرب عادي جدا. تمام. وأرجع لورا، وأجي هنا كده وأحط مين؟ وأحط أدمنستريتور. طيب بعد ما أحط الأدمنستريتور هاجي هنا وأروح أعمل إنتر. الدنيا أهي جت زي الفل. تمام. طيب هبعت ده للريبيتر. send to repeater. شوف كده في الريبيتر ده بيقول إيه. اداني 200 أوكي. وفعلا بقيت قادر أكسس مين؟ الادمن بانل اهو. طب لما نيجي كده ننزل لتحت. ننزل لتحت. لو فاكرين ان احنا كان عندنا في اول او تاني فيديو ان احنا كنا بيكون في لينك بقدر امسح منه ايه؟ بقدر امسح منه الاكاونت بتاع اي حد. تمام. طيب هنا ده بيقول لي ان الاكاونت بتاعي اسمه كده،
وده hidden. تمام. هو هنا مش موجود، بس انا عندي هنا انا ممكن اطلع بايه؟ ده كده administrator، الايميل، الفاليو hidden. هو هنا في حاجة بس انا مش شايفها، يعني هو هنا انا متأكد ان هنا في حاجة بس انا مش شايفها. طب خلينا كده نيجي هنا كده دقيقة، نبص هنا كده على السورس كود. السورس كود هنا كان موجود فيه ايه؟ خلينا بس نوقف هنا ده كده. السورس كود تحت ترتيب باسورد، هات كده كنترول سي، نسيرش هنا على باسورد اهو. الباسورد اهو. تمام. وده الباسورد بتاع مين؟ ده الباسورد بتاع الادمنستريتور. ففي نفس الوقت لو اخدنا الباسورد ده وحطيناه هناك، تمام، هنقدر عادي نأكسس الادمنستريتور ونخش على الادمن بانل وندلت كارلوس، وكده يبقى حلينا اللاب الثامن من سلسلة ثغرة البروكن اكسس كنترول على منصة بورت سويجر. واتمنى انكم تكونوا استفدتوا والفيديو يعجبكم، واستنونا بإذن الله في فيديوهات تاني.